السلام عليكم أخواتي. اليوم في قناة أم ربيعة وتحت طلبكم جمعت لكم 4 من أروع وأسهل وصفات دوازاتي، وصفات اقتصادية ناجحة 100% وتليق لضياف الغفلة ولوليداتكم المدرسة. غنشوفوا ميني كيك وحريشات ذرة ومادلين كيدوب في الفم وغريبة الليمون المنعشة. خليكم معايا وما تمشيو فين. غادي ناخذ إناء، عندي بيضة، غادي نضيف نص كاس ديال السنيده، غادي ناخذ طراب اليدوي، غادي نخلط مزيان السنيده والبيض، من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، غنضيف نص كاس ديال الزيت، غادي نحرك جيدا، غادي نضيف شويه ديال الملح، غنضيف كيس من الفاني، غادي نحرك، غادي نضيف معلقه ديال الخل كبيره، غادي نضيف كاس الاول ديال الفورس غربلته، غادي نضيف ليه خماره وحده، غادي نحرك جيدا، من بعد غنضيف نص كاس ديال الفورس، غادي نخدم الخليط جيدا. انا درت كاس ونص البنات ديال الفورس، كيجي الخليط على هذا الشكل. انا خديت هاد المول الصغيورين دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، غادي ندير فيهم الخليط، صراحه كيجيو زوينين. غادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكميه كامله. كيف ما كتشوفوا معايا غندخلهم للفران اللي شعلته مسبقا، كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل بسهوله، كيهبطوا من هذا المول كيجيو زوينين وكيجيو خفاف. بعد ما شفنا الميني كيك وكيفاش كيجي طالعو منفوخ، دابا غندوزو لواحد الوصفه صحيه ولذيذه بزاف. حريشات صغار بالذره كيجيو مشقين وهشاش ومذاقهم كيدينا الايام الزمان الجميل. يلا نشوفوا المقادير. انا خديت الذره، تقدروا ديروا الروميه ولا البلديه اللي متواجده عندكم. ضفت الكاس الاول، الثاني، الكاس الثالث وكاس ديال الفورس وشويه ديال الملح ونص كاس ديال السنيده. غادي نخلط المكونات، غادي نضيف كاس مع عمرج ديال الزيت، غادي نحاول ندير هاد الزيت مع الذره، غادي نبقى نخدم مزيان بيديا بهذا الشكل. هنا نخليها ترتاح، من بعد ما خليناها ارتاحت 5 دقائق غنضيف فانيلا و3 الخمارات وشويه خميره الدار وشويه النافع ونص كاس ديال الماء. انا كنخدمها غير بالماء، تقدروا ديروا الحليب.
انا خديت اللاطه دهنتها ورشيتها بالدقيق. عندي الدقيق ديال الذره. من بعد ما ارتاحت غندير كرات، كل واحد الا بغى الحريشات كبار يكبرهم الا بغاهم صغار يصغرهم. غادي ندير كرات لهاد الحريشات ونحط في الذره. غادي نفندها في الذره، كنفندوها في الوجه ديالها، كنفندوها كامله في الذره كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نلوحها فوق اللاطه بهذا الشكل. هذا سر من اسرار الحرشه باش تجي مشقه. غادي نبقى نخدم بنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي. من بعد ما كملت الكرات غنشعل الفران تشقق من الفوق ونشعل من التحت. هيا حيدنا من الفران كتجي ما شاء الله. هاي كيف ما كتشوفوا معايا كتجي صراحه زوينه بزاف وكتجي مشقه. واللي كيسولوني ديما على سر نجاح المادلين بحال ديال المخابز، هذه هي الوصفه اللي غتولي معتمده عندكم. مادلين خفيف كالقطن وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. تبعوا معايا المراحل. كنحتاجو في المقادير 3 البيضات، كنضيف ليهم نص كاس ديال السنيده، من بعد غنضيف ليهم فانيلا. غادي نحرك المكونات جيدا. تقدروا ديروا الطراب الكهربائي. كنخدم مزيان حتى تذوب لي السنيده. من بعد كنضيف نص كاس ديال الحليب. كذلك غادي نخلط جيدا المقادير مع بعضهم. عندي كاس مخلط ما بين زبده وزيت، تقدروا ديروا غير الزيت بوحدو. من بعد غادي نحرك مزيان المكونات. غادي نضيف ليهم قشور ليمونه، قبصه ملح. تقدروا تضيفوا قشور حامضه اللي متواجد عندكم تخدموا به. انا ضفت الكاس الاول ديال الفورس، غربلته مسبقا. ضفت خماره وحده. غادي نحرك جيدا المكونات مع بعضهم كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف كاس ثاني ديال الفورس، يعني 2 كيسان ديال الفورس. غادي نخدم المكونات جيدا. من بعد غادي ناخذ المول ديال السيليكون، تقدروا تاخذوا اي مول عندكم. غادي نكب الخليط، ما فيهمش المقادير بزاف، بسرعه كيوجدوا، كيبغيهم الوليدات الصغار بزاف. فاش كملتم غندخلهم للفرن ونتلاقى معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هما واجدين، كيجيو هشاش، كيجيو مهوين من الداخل، وختامها مسك مع المحبوبة عند الكل، غريبة بقشور الليمون. وصفة اللي غتحمر لكم وجهكم مع ضيافكم. نشوفوا الطريقة. كنحتاجو في المقادير 2 بيضات، ضفتهم في الاناء. غادي نضيف ليهم كاس ديال السنيده. من بعد غنضيف شويه ديال الملح. غادي نحرك مزيان بالطراب اليدوي حتى تذوب لي السنيده مع البيض. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت. كذلك غادي نخدم المكونات جيدا مع بعضهم كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ضفت كاس ديال الكوك. غادي نحرك مزيان المكونات. من بعد غادي نضيف ليمونه حكيتها غير القشور ديالها. غادي نخدم مزيان. تقدروا تضيفوا قشور ديال الحامض، انا ضفت قشور الليمون. غادي نضيف الكاس الاول ديال الفورس. من بعد غادي نضيف 2 خمارات. غادي نخدم المكونات جيدا مع بعضهم. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني
كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخلط بايدي. كذلك غادي نضيف الكاس الثالث، يعني درت فيها 3 الكيسان ديال الفورص. غادي نخدم غير بايدي، غادي نحاول نجمع العجينه كيف ما كتشوفوا معايا. انا خديت لاطه وفرشتها بورق الزبده. غادي نكور الكره الاولى بهذا الشكل ونحط في اللاطه. نعاودت معكم الثانيه كيف ما كتشوفوا معايا. انا كملتهم كاملين، غادي ندخلهم للفرن ونتلاقى معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا ها الغريبه ديالنا واجده، كتجي على هذا الشكل. صراحه كتجي زوينه بزاف، ما فيهاش مقادير بزاف، هشيشه بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على جيم.